هاي، انا ساره. انا نشوف اني ابقى بعمل فيديوز ازاي نطور من نفسنا ازاي نكون احسن نسخه ما احنا عليها. فيديو النهارده انا جايه افوقك او افوقك شويه. ممكن لو احنا في علاقه بتاذينا نخرج منها. ليه افضل في علاقه توكسيك عشان خاطر مجرد ان هو بيديني حاجه مش موجوده عندي، وبعد كده هيرجع يأذيني، خلي بالك، وياخد الحاجه اللي هو ادالك دي ضعف 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 منك في حاجات تانية هتندمي بعد كده. فليه افضل في علاقه توكسيك؟ مش قادره ابعد، مش قادره امشي. عاجبني، لا مش عاجبني، هو مش بيبقى عاجبني على فكره، بس بنخاف نمشي، نخاف ندي خطوه ان احنا اللي هنغادر، احنا اللي هنسيب العلاقه دي. لان الشخص التاني طول ما هو ضامن ان انت موجوده او انت معاه في علاقه صداقه. هفترض دلوقتي ان انا بتكلم على علاقه صداقه، يعني هفترض ان انا مش بتكلم مثلا على علاقه شخصيه، لا، انا بتكلم دلوقتي على علاقتك انت مع صاحبك او علاقتك انت مع صاحبتك. هي بتستغلك وانت موجوده في العلاقه دي ليه؟ عشان خايفه تمشي، مش خايفه تمشي، مش عايزه تمشي، مش عايزه انت اللي تسيبي. انت متعلقه بيها عشان تديكي حاجه، بس هي اصلا الحاجه اللي انت بتديها لك دي هي تاخد منك اضعاف اضعاف اضعاف، وانت مش عايزه تفهمي كده. ممكن تكون بتستغل طاقتك، ممكن تكون بتستغل فلوسك على فكره، ممكن تكون كل شويه تقعد تقول لك انا عايزه استلف منك، عايزه استلف منك، وهي تلاقيها بتخرج وبتعيش حياتها من غيرك، حتى ما بتقولكيش على اخرجي معايا، ولا بتشوفها خارجه مع اصحابها وتسيبك انت في البيت، بس هي واخده فلوس منك انت اللي هو سلف او حاجه، وبس مش بتسيبك. هي سايباكي لمجرد اللي هو ايه، انا بحبك عشان الحته دي، انا بحبك عشان دايما طول ما عندي اي مشاكل سلبيه برجع احكيها لك فانت بتسمعيني، لكن عندي حاجات كويسه بختفي من حياتك. دي على مر على يعني على سبيل المثال كده، المثل. تخيلي بقى لو انت مع شخص كمان توكسيك، ولد بيأذيكي في علاقه، موافقه بيه عشان اهلك قالوا لك لا 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 يا حرام ارضي بيه احسن تكوني بعد كده مش متجوزه او قاعده في البيت. لا، مش بنعمل كده، مش بنعمل كده. بجد لو انا في علاقه دلوقتي بتستهلكني 5%، انا لو سبتها هتتمادى هي هتستهلكني 1,000,000%، وهطلع انا الخسرانه، خسرانه وقت، خسرانه مجهود، خسرانه لو وثقت في صاحبتي دي او في الشخص ده. او انت كمان كولد، لو انا دلوقتي بصاحب ولد، الولد ده ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيستغلني او بياخد مني، او هو ما بيعملش اي حاجه غير ان هو يوديني في مشاكل في مشاكل في مشاكل، وانا موافقه على كده. طب ليه؟ يعني ليه؟ عشان انا خايفه اسيب، انا عشان بتعلق. ليه؟ ليه افضل في كده؟ اه، مش كلنا عندنا الاريحيه اللي احنا نسيب علاقات. انا حاسه ان انا عوضتكم معايا، مش عارفه النهارده الكاميرا مالها، ما علينا. كلنا مش عندنا اللي احنا نسيب علاقات او احنا نمشي. انا فاهمه ان الحته دي صعبه قوي، وصعبه انا اللي اسيب العلاقه كمان، بس مش صعب عليكي لما بتقعدي تعيطي بالليل؟ مش صعب عليكي لما تحسي ان انت مستهلكه، لما بتحسي ان انت مش داخله العلاقه عشان الحته دي، بس انت ملقتيش غير كل حاجه سيئه في العلاقه دي عشان مقابل حاجه واحده بس باخدها، او ممكن اكون ما باخدهاش على فكره. يعني في علاقات توكسيك بجد انا مش عارفه انا قاعده فيها ليه، انا متعلقه بس. فارجوكي فوقي، لو انت في علاقه مش كويسه اخرجي منها، اخرجي منها قبل ما تبقي مستهلكه، اخرجي منها قبل ما تخسري حاجات كتير، اخرجي منها قبل ما تخسري وقت، اخرجي منها قبل ما تخسري حياتك. ممكن بجد في علاقات كتير بتخسري فيها حاجات اصعب من انك تبقي بتخسري وقت. في حاجات كتير قوي احنا ممكن نكون مش بنسمع عنها او مش عارفينها، او بنسمع عنها فبنقول دي قصص متألفة. لا، في حاجات بجد. ففوق كده، فوق اللي انت بتعمليه، فوق العلاقات اللي في حياتك دي فعلا بيفيدني ولا مش بيفيدني. على فكره انا ممكن اكون بشتغل في شركه، والشركه دي انا مع المدير علاقتي بيه توكسيك. ليه؟ اصل هو ما بياخدش مني غير كل الافكار ومش بيمدحني. يعني ايه يمدحني؟ يعني مش بيكرمني، يعني مش بيعليني، بياخد الافكار دي يقول انا اللي عملت الافكار ديت، دي دماغي انا، شوف انا واو انا فوق. طب وانا مش هتكرم؟ طب لا لا، انت في الاخر اجي اتكلم لا اسكتي، مش طب ايه ليه ابقى في مش شغل اصلا كده؟ هتقولي لي الحياه صعبه، الحياه صعبه، الحياه صعبه قوي. مش بقول لك امشي وسيبي الشغل وانت ما عندكيش حاجه تانية وعندك التزامات، لا. انا بقول لك انت دلوقتي انت حاسه ان انت مأذيه كل يوم بتروحي الشغل ترجعي معايا ومتضايقه وزعلانه، او من صاحبتك او من المدير او من الناس اللي حواليكي. دوري على حل بديل ان انا اسيب الشغل ده، دوري، بس ما تسيبهوش وانت ما عندكيش حاجه. انا مش بقول كده، انا بقول دايما ندور. هتقولي يعني انا دلوقتي مع شخص في علاقه سبته، هل اروح اشوف واحد تاني؟ لا، لا طبعا مش بقول كده. انا بقول لك اللي انت مأذيه منه اخرجي منه، لو في بديل ليه هنشوف. مش معنى انا سبت صاحبتي دي عشان هي توكسيك او احنا في علاقه توكسيك سوا مش نافعين احنا نبقى نتكلم، او هي بتستهلكني او انا بستهلكها او ايا كان، فاروح بقى اخد واحده تانية مكانها استهلك او هي تستهلكني.
لا، مش كل حاجات لها بديل بكده، بس في حاجات تانية اعرف ابدلها. المكان ده بشتغل فيه فتعبانه فهسيبه وادور على مكان تاني. انا في البيت اهلي بجد بجد هم مستهلكيني، هم هلكني، هم تعبين، هم واخدين كل طاقتي، هم بجد اسوأ حاجه ممكن تعملوها. وانت بقى يعني حالتك صعبه قوي في البيت، مش معناه ان انا اهرب من البيت دوت فاروح اشوف واحد مش عاجبني ولا بيناسبني بس انا هتجوزه عشان اعيش في بيت غير البيت اللي انا فيه. هتروحي تعيشي حياه اسوأ ما انت فيها بزياده 3 4 مرات. فحتى لو حياتك مع اهلك مش عاجباك، حياتك انت مع اهلك مش عاجباكي، مش معناه ان انا اشوف بديل بسرعه، ان انا اتجوز بسرعه واشوف شخص تاني ونشوف بيت تاني جديد نعيش فيه. ما هو هنعيش في بيت جديد بس هتبقى ممكن الحياه تبقى اصعب. بلاش نستعجل على الحاجات الكويسه في حياتنا، بلاش نبقى موجودين في علاقات توكسيك بمعنى الكلمه واقول اصل انا مكمل فيها اهو. لا مش اهو، دي وقتك وطاقتك وحياتك كلها. بلاش بلاش بلاش، عشان انت الوحيد اللي بترجع تندم انك ضيعت وقت كتير في حاجه انت فعلا مش استفدتش بيها بحاجه اساسا. هي بتاخد اكتر ما بتديك بس انت مش واخد بالك من كده. العلاقه اللي انت مبسوط بيها باهتمام من بنت او شويه، ولا من فلانه او كذا او كذا او كذا او كذا، هي لو بتديك شويه فهي بتسحب برضو منك كتير وانت مش واخد بالك. فانا في علاقه توكسيك مع اي شخص في اي حته في اي مكان، انا هسيبها بس لو في حاجات بيبقى ليها بديل انا هحط البديل التاني عشان مبوظ العلاقه وابوظ حياتي بعدها. انا ما اقبلش بعلاقات توكسيك، ما اقبلش بحاجات مش عاجباني، ما اقبلش باسلوب بتستنزفني مجرد ان انا مش لاقي غيرهم او ما اعرفش غيرهم. لا، اللي مش عاجبنا بجد بنقف عنه ونبطل ان احنا نعيط ونعامل مشاكلنا اللي هي مشاكل ونواجهها. مش هروح اعيط وانام كل يوم ما انا معيطه عشان مش عاجبني شخص او مش عاجبني صاحبتي او مش عاجبني تصرفات هي بتعملها او مش عاجبني شخص في الشغل اللي انا فيه بيعاملني وحش معنى ان هو بيحسسك ان انت قليله حتى لو انا احسن واحده في المكان ده. اللي ما تقبليش بيه رفضي، اخرجي من العلاقات، غدري اي حاجه مش عاجباكي. شوفوا الفيديو جديد، تعملوا لايك واشتراك في القناه. باي باي.